السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير في اولى حلقات برنامجنا مع برنامج ابو السيد هتتعلم وهتستفيد. تعال اقول لك، قبل لما رمضان بيبدا الناس كلها بتفكر في الاستعداد، بمعنى صح يحطوا بقى خطط، جداول، اهداف كتيره قوي متنوعه. كل ده غلط يا صاحبي، فاهم؟ تعال اقول لك انا مشكله حقيقيه، مشكله حقيقيه مش انك بتستعد، مشكله حقيقيه انك بتستعد غلط. ناس كتيرة أوي تدخل رمضان وهي حاطة ضغط كبير أوي على نفسها، مستنية توصل تبقى أحسن نسخة من نفسها خلال أول أسبوع. وعايز أقول لك بقى إن ده بالظبط سبب الفشل الحقيقي. تعال أقول لك أول مشكلة، وهي الاستعداد المثالي الزيادة عن اللزوم. معنى صح يا أخويا، أنت حاطط شوية أهداف وخطط وجداول ماشي عليها، كلها يومين يا عم، يومين أو يوم ونص، هتلاقي كل الكلام ده كله ما خلاص، فاهم؟ أنت زهقت لأنك أنت أصلا مش متعود على الكلام ده. فين الاساس بتاعك؟ انت مفيش اي اساس. اي بيت لما يجي يتبني لازم يبقى فيه اساس ونطلع اول تاني تالت. انت الاساس اصلا مش موجود، فاهم؟ انت بقالك كام سنه يا صاحبي قاعد عايز توصل لاحسن نسخه من نفسك خلال 30 يوم، وانت فاكر ان انت لما تحط جدول واثنين وثلاثه هتمشي عليه؟ مستحيل الكلام ده يحصل. وعايز اقول لك فعلا ان الاستعداد المثالي اللي انت عملته ده هو ده سبب الاحباط والفشل اللي انت بتوصل له بعدين. طبعا المشكله التانيه معانا اللي انت بتبص على الناس هتعمل ايه، انا هعمل زي الناس بالظبط. ده غلط خالص، فاهم؟ مثلا بتشوف ده بيصلي في الجامعه هتقلده وهتصلي في الجامع، ماشي يا عم، دي حاجه حلوه، بس انت بتصلي عشان ده بيصلي، فاهم؟ مش بتصلي عشان نفسك. فاهم انت ازاي؟ انت النية اهم حاجة في الموضوع ده كله. انت نيتك ايه، فاهم؟ مش عشان ده مثلا بيطلع خير انت تقوم مطلع لله، عشان الناس تشوفك وانت بتطلع لله. ده غلط خالص، فاهم انت ازاي؟ انت مش هتستفاد حاجة. انت لما تطلع لله بتطلع لله عشان انت نيتك انت تطلع لله، مش عشان انت عايز تقلد فلان او تقلد ده. لو ده بيصلي انت تصلي زيه، فاهم؟ انت كل ده يا صاحبي مش هتتحاسب عليه. فاهم انت ازاي؟ انت النية مش موجودة، انت عامل عن منظر العام. وعاوز اقول لك انت بتنسى تسال نفسك سؤال مهم: انا رمضان ده هطلع بيه بايه؟ ايه اللي انا هعمله لنفسي عشان رمضان ده اعدي بيه وانا 100% وصلت لاحسن نسخه من نفسي؟ فاهم انت ازاي؟ انما انت لو هتقعد تقلد الناس وكده، انت مش حاطط لنفسك هدف معين. الكلام ده كله ما ينفعش. المشكله الثالثه معانا ان انت مستني رمضان هو اللي غيرك، وده طبعا مستحيل، لانك لازم تغير حاجات قبل رمضان، قبل لما تخش، فاهم؟ انت نفس الشهر هو نفس العادات، نفس التقاليد، نفس كل حاجه، بنفس الجداول بتاعت كل سنه اللي انت بتغلط فيها، وكمان مش بتبقى منتظم عليها. طبعا انت قاعد عمال تسال نفسك الاستعداد الصح يا ترى ايه هو؟ ابدا ازاي؟ المفروض اعمل ايه؟ إيه الخطه اللي انا امشي عليها؟ ايه النظام فعلا اللي انا يعني امشي عليه صح؟ مش النظام اللي انا امشي عليه يومين ثلاثه يقع مني. اول حاجه معاك هي النيه. النيه لو موجوده هتوصل فعلا اللي انت نفسك فيه مبدئيا، بس فاهم؟ وهتعملها بالطريقه الصح. انما انت لو ما عندكش نيه، يا عم انا عايز ابدا عشان الناس بتبدا، ما ده غلط. انت نيتك ايه؟ فاهم؟ اول حل وبسيط ان انت نيتك فعلا انت تصلح من نفسك. فاهم انت ازاي؟ ما تقعدش بقى تعمل جداول واهداف والكلام ده كله غلط. هو اول حاجه معانا النيه. تاني حاجه اللي انت يبقى عندك حاجه اسمها عاده، فاهم؟ انت يبقى عاده مثلا تمشي عليها يومين ثلاثه، فاهم؟ هتصحى من النوم تصلي على طول، فاهم؟ دي اول لما تقول بسم الله تصحى من النوم كده هتصلي وتقرا القران. العاده دي يعني دي احسن حاجه في الدنيا. انت بتعود نفسك وبتعود جسمك على حاجه معينه انت كل يوم هتعملها. فاهم انت ازاي؟ في مثل يقول لك السعي ولا الاستمراريه. السعي لوحده مش هيوصل لحاجه، فاهم انت ازاي؟ انما السعي والاستمراريه الاثنين يوصلوا. فاهم؟ انت لو كل يوم بتعمل نفس الحاجه انت خلاص خدت عليها، فاهم؟ خدت على الحاجه دي وهتعملها فعلا وانت بتحبها. انت الاول بتعملها وانت مش بتحبها، بس انت الاول بتعود نفسك عليها. فاهم انت ازاي؟ يعني الناس مثلا لما بينزلوا الجيم من اول يوم او من اول شهر ما بيوصلوش لاي حاجه هم عايزين يوصلوا لها، بس تعالى مثلا بعد 3 4 اشهر هتلاقيهم بدأوا بقى يعملوا عضل وجسم وبتاع وكده. صح ولا انا غلطان؟ هو نفس الموضوع يا صاحبي. انت هتفضل مستمر في العاده دي هتوصل للهدف اللي انت حاطه. انما انت هتقع في نص الطريق بقى تقول لا انا صاحي من النوم ماليش نفسي اصلي، صاحي من النوم ماليش نفسي اقرا القران، انا صاحي من النوم ماليش نفسي اصوم. فخلاص يا صاحبي انت مش متعود على كده، فاهم؟ هي عاده، عاده ونيه وهتوصل. بس كده موضوع سهل وبسيط. فدي بقى اللي انت اول لما تقع تقوم تاني. فاهم انت ازاي؟ مش مثلا صاحي من النوم عايز تنام مكسل تقوم، لا، ما انت مش هتستفاد حاجه. فاهم؟ انت لازم تقوم. فاهم انت ازاي؟ يا عم عملت غلطه يوم، ما تبوظش بقى باقي الشهر كله بسبب الغلطه دي. فاهم؟ خلاص يا عم انساها، اعمل نفسك من بنها. قول يا عم انا ما عملتش الغلطه دي من الاساس، وهي باذن الله لوحدها هتتمحي.
فاهم انت ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي انا ماشي على نظام معين وعادة كل يوم، عملت اول يوم تاني يوم تالت يوم رابع يوم ما عملتهاش. في ناس بقى توصل لهنا رابع يوم ويكسلوا يعملوا باقي العادات وباقي الايام. فاهم انت ازاي؟ فلا، ده غلط. فاهم؟ انت ما عملتش رابع يوم، خامس يوم اعمل زي ما انت بتعمل، سادس يوم، سابع يوم، تامن يوم، خلاص انت فاهم. دي هتنساها، هتلاقي نفسك مكمل على نفس المشوار او نفس فاهم انت ازاي؟ تمشي على نفس الخط، في الاخر هتوصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، رمضان مش امتحان. رمضان عادي، شهر زي اي شهر، بس الفرق اللي هو شهر عباده، والشهور كلها اصلا عباده مبدئيا. فاهم؟ بس الناس كلها بتلتزم في الشهر ده. فرمضان مش شهر امتحان اللي انت هتفشل فيه وخلاص بقى هكمل رمضان الجاي، لا. فاهم؟ رمضان ده نعمه من عند ربنا، فرصه ليك انت قبل ما تبقى فرصه لاي حد تاني. فاهم ازاي؟ 30 يوم ممكن تعمل فيهم اي حاجه انت نفسك تعملها. فاهم؟ انت لو تخين هتعرف تخس فيهم مبدئيا، بس انت لو تعبان هتعرف تخف فيهم. فاهم انت ازاي؟ لان الصيام مفيد للجسم. يعني ولو انت بعيد عن ربنا، باذن الله باذن الله باذن الله، بالعبادات، بالصلاه، بقراءه القران، بالاذكار بتاعتك هتوصل. فاهم؟ هتبقى قريب قوي من ربنا. فاهم؟ انت الدعوه الحلوه ليا وليك هتوصلنا احنا الاثنين. تنسانيش في الدعاء، وباذن الله باذن الله باذن الله ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال والصيام. بس يا عم كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. متنساش تقولي رايك تحت في التعليقات، سواء الفيديو ايجابي او سلبي مبدئيا. بس فاهم؟ انا عادي جدا متقبل كل الاراء. بس ما تنساش تحط لي لايك وفولو. ما تنساش برنامج ابو السيد، هتتعلم وهتستفيد.